سنة 55 900 وألف شهدت إنهاء الممارسة الكروية في كنف العصبة المغربية التابعة للجامعة الفرنسية تاريخ البطولة الوطنية في زمن ما بعد الاستقلال، وبالضبط سنة 56 900 وألف شكل نقطة ضوء في مسار بطولة عاشت لأزيد من نصف قرن تؤتت لمشهد كروي عجل الخطى هذا الموسم لدخول عالم الاحتراف من بابه الواسع. أول نسخة من البطولة الوطنية ضمت 16 فريقا تنوب على أكثر من نصف ألقابها 3 فرق لا غير، هي الجيش الملكي برصيد 12 لقبا، والوداد الرياضي برصيد 13 لقبا، ورجاء الرياضي برصيد 10 ألقاب. حصيلة توضح بجلاء الفرق الشاسع بين فرق شكلت الاستثناء وأخرى لعبت أدوارا ثانوية، إذ نجد في المركز الرابع من حيث التتويج بلقب البطولة كل من المغرب الفاسي والنادي القنيطري برصيد 4 ألقاب، فيما توج بالبطولة مرتين كل من حسنية أكادير والكوكب المراكشي. أما الفوز باللقب لمرة واحدة فتوزع بين 9 فرق. التاريخ سيشهد لمحمد فاخر أنه آخر من توج بلقب بطولة هاوية رفقة الرجاء، لكنه يبقى الإطار الوطني لأكثر المدربين المغاربة تتويجا بهذا اللقب، وفي 4 مناسبات، مرتين رفقة حسنية أكادير ومرة واحدة موزعة بين الجيش الملكي والرجاء، فيما يبقى المدرب غاي كليزو الإطار الأجنبي الوحيد الأكثر تتويجا بلقب البطولة، وهي 6 مرات رفقة الجيش الملكي.